النابو عاف انرمز كمت النابو سرو انرمز كمت النابو وجع انرمز كمت النابو وجع سخرو انرمز كمت النابو انرمز كمت النابو تجعت انرمز كمت النابو شفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. جات لنا النهارده شاشة توشيبا 32 بوصة زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نشغل الشاشة مع بعض. ليد البيان اشتغل معايا، وادي الإضاءة الخلفية اشتغلت معايا، لكن مفيش أي صورة على البانل. الشاشة دي جاية لنا من واحد حبيبنا صنايعي زميلنا، يعني فني بديل فني معانا في الشغل. طلب إن يشحن فلاشة للشاشة. شحنت فلاشة موثوقة متوافق مع رقم البانل، نفس المشكلة موجودة زي ما هي. فمن هنا قررت ان انا نرفع الفولتيات بتاعتي. طلبت منه الشاشة نفسها لان كان جايب لي البوردة بس. شحنت له الفلاشة على البوردة متوافقة مع الموديل بتاع البانل، ما اشتغلتش. طلبت منه يجيب لي الحوض بالكامل، جاب لي الحوض، وهنشوف مع بعض كده. هنتوجه لجهود التيكون. ادي هنا ال 12 فولت داخلين معانا على البانل، تمام. هنتوجه لفولت الفي جي ال او الفولت المنخفض، شغال معايا سالب 2.5 فولت، وطبعا ده فولت منخفض. هنتوجه للفي جي اتش، مفيش اي فولت معايا على بوينت الفي جي اتش. كده انا عندي مشكله اما في التيكون او في البانل. عشان نقدر نعرف نفصل المشكله بتاعتي من ايه، هنطفي الشاشه بتاعتي وهنبدا نفصل البانل عن التيكون. كده انا فصلت البانل هنا اهو، وهنبدا نشغل الشاشه بتاعتي تاني، ونبدا نمسك الافو ونرفع نفس الجهود اللي انا رفعتها. ادي هنا عندي الفي جي ال او الفولت المنخفض سالب 5 فولت زي ما احنا شايفين كده. كده الفولت اترفع الدبل او الضعف. هنروح للفي جي اتش، طالع 26 فولت معايا. يبقى اذا انا عندي هنا التيكون سليم، لكن كتم الجهود ده بيحصل من البانل. عشان نحل المشكله دي، معنى كده ان في عندي شورت اما على الكوف اليمين او الكوف الشمال. فهنبدا ندخل تحت الميكروسكوب ونبدا نوريكم بنشوف المشكله ايه وحلها ايه. خليكم معانا، هندخل تحت الميكروسكوب ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما دخلنا تحت الميكروسكوب. هنبدا اول حاجه بالكوف اليمين، والكوف ده كاتب لي هنا معايا في جي اتش ار، في جي اتش اف، او دي دي، في جي ال، والايفن، والفي اس تي، والريست، اللي هي التراكات دي بالترتيب. انا هنعمل ايه؟ انا هنبدا اول حاجه هنبدا نفصل الجنب ده. هنبدا نعمل عمليه كحت الاول. نبدا نظبط الميكروسكوب تحت شويه، ايوه كده، ونبدا نعمل عمليه كحت للجنب ده عشان نفصل التراكات دي. طبعا انا عشان نعمل عمليه كحت ونفصل التراكات لازم اول حاجه نكشفها، عشان لو حبيت ان انا نرجع التراكات تاني نعرف نرجعها بكل سهوله. كده انا كحت. نبدأ نكحت كويس، نكشف البوينت بتاعي، وهنعمل عملية فصل للخطوط دي بحالها. هنبدأ نمسك من هنا كده، وعلى الهواء على خفيف جدا نبدأ نرسم الأول خط إننا نمشي عليه بالمنظر ده كده.
طبعا انا مش معدول. نبدأ نجيب الجديد. ايوه كده. كده انا فصلت التراكات بتاعتي. انا كده فصلت الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نوصل باور ونشوف يا ترى الفولت هيطلع معايا ولا لا. هنبدأ نوصل باور ونفحص الفولت بتاعي، نتأكد الفولت هيطلع معايا ولا لا. انا محتاج ان الفولت يطلع معايا على التيكو. لو الفولت خرج معايا على التيكو يبقى اذا مشكلتي انحلت. هنا كده الفولت ما خرجش معايا. الفولت بعد ما فصلت الجنب ده الفولت ما خرجش معايا، يبقى هنعمل ايه؟ هنبدأ نرجع الجنب ده تاني. الجنب اللي انا فصلته ده هنبدأ نرجعه تاني. بس قبل ما نرجع الجنب هنبدأ نفحص الأول، نبص على الصورة. مفيش أي بيانات ظهرت برضو معايا على الباب. أنا المطلوب مني إن أنا نرجع الجنب اللي أنا فصلته تاني. بس قبل ما نرجع الجنب ده هنفصل الجنب التاني كمان. ليه هنفصل الجنب التاني؟ عشان نتأكد إن الفولت خرج معانا. يبقى هنعدل الشاشة. ارجع بالميكروسكوب ورا سنة يا عمرو على مظبوط بس. بالمنظر ده كده. طبعا انا مطفي المروحه عشان الضوضاء اللي بتعملها والجو لا يطاق. هنبدأ نتوجه للجنب التاني بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين. هنبدأ نعمل برضو عملية كحت. هنبدأ برضو نعمل عملية كحت هنا برضو. ونفصل خطوط الجنب ده. هنبدأ من أول البوينت ده. نبدأ نفصل الجنب ده كمان كده. في حد جه. هنبدأ نفصل الجنب ده كده. خليكم معانا نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. هنبدأ برضه نفصل، نتأكد إن الخطوط بتاعتنا والتراكات بتاعتنا مفصولة بالمنظر ده كده. تمام. هنبدأ نوصل الشاشة باور ونرفع برضه الفولت بتاعنا.
تمام كده الفولت خرج معانا. هنعدل الشاشه ونرجع لكم تاني. طبعا احنا لحمنا الجنب اللي كنا فصلناه. طبعا اللحام اخد وقت معانا شويه، فما رضيتش ان انا نضيع وقتكم بالفرجه على اللحامات. هات لي الميكروسكوب يا عم. ده شكل اللحامات. رجعت التراكات تاني زي ما كانت. تعالى لي هنا. واعتمدت ان انا فاصل الجنب ده بالكامل. هنبدا ايه، نرفع الشاشه ونعمل اول اختبار. طبعا انا اضطريت ان انا نرفع البانل ونعدل لنفسي. لكن بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر معايا خط هنا اهو. هات هنا كده يا عم. زي ما احنا شايفين هنا ظهر، بدأت تظهر معايا البيانات وظهرت معايا الداتا هنا ايه على البانل. هنبدأ نمسك القهوة بتاعنا ونروح لبوينت الفي جي اتش والفي جي ال. طبعا انا مش شايف البوينت فين. ايوه العدسة فين. انا عندي بعد نظر فايه، كان نظر بعافيتين شويه. هنبدا نثبت الارض بتاعنا ونمسك على بوينت الفي جي ال والفي جي اتش. هات لي الافو. ادي الفي جي اتش 27 فولت. تمام. هنروح للفي جي ال برضو، وادي الفي جي ال طالع سالب 5 فولت. كده الجهود بتاعتي طلعت وبقت نظاميه. هنبدا نعدل البانل، نفصل باور، وهنفصل الكابلات بتاعتي بالمنظر ده كده. نبدا نتوجه هنا. فرشة السناد هنشتغل بيها. هنبدأ ننزل بالبانل بتاعنا اهو. نحط البانل بتاعنا تاني. بالمنظر ده كده. ناخد الفريم نبدأ نثبت. طبعا انا شغلت المروحة لان الجو نار لا يطاق. هنطفيها برضه اهو. هنبدأ ناخد التليفون بتاعنا وادي المسمارين.
نبدأ نوصل الليد ونوصل كابل البانل نفسه، كابل ال LVDS. هنبدأ نحط الفيشة في الباور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وصلتش كابل البانل نفسه. المنظر ده كده. لو لاحظنا في خط ظهر معايا اهو، وادي هنا فيديو 2 الداتا بدأت تظهر معايا. حاول نجيب القايمة. زي ما احنا شايفين الشاشة الحمد لله رجعت اشتغلت معانا نظامية جدا. كل اللي عملناه ان انا عندي شورت عامل معايا كتم في الجهود على التيكون، فصلت البانل عن التيكون، الجهود طلعت معايا نظامية. اذا تيقنت واتأكدت ان في عندي مشكلة في البانل نفسه. اتوجهت للجنب ده وفصلته، رحت للجنب ده وفصلته، مفيش جديد. رحت فصلت الجنب ده، الجهود طلعت معايا بحالها نظامية جدا. رجعت وصلت الجنب اللي انا فصلته الاولاني، الداتا ظهرت معايا والبانل رجع يشتغل. فيديو بسيط مهم لكل مبتدئ عايز يتعلم مجال الصيانة. ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.